بسم الله الرحمن الرحيم. متتبعي قناة خرز عبد القادر، مرحبا بكم حلقة جديدة. نتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا هانيين. هذه الساعة هذه اللي حنا غادي نجلسوا فيها معكم ونعاود لكم هذه الحلقة ديال اليوم اللي هي حلقة مثيرة. الحلقة ديالنا اليوم، هذه الحلقة ديالنا اليوم باش لكم مثيرة وخاصة. هذه الحلقة ديال واحد المجرم هضروا عليه بزاف القنوات، هضر عليه حتى واحد، سمعت شي واحد في الخليج تا ولا دار شي قناه ديال تيعاود على الجريمه، وربما ولا تياخذ من الجرائم ديالي انايا وتيديرهم براسو، الله يعاونو وياخذ. ما بقاتش غير في حكي ديال الجريمه، تعاودين على جريمه وصافي بلا 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 وتعاود لينا. راه كل محتوى الا وعنده واحد الفن ديالو، واحد الطريقه الفن ديالو، واحد الطريقه ديال الحكي ديالو. اما غير تعاود واحد الجريمه، راه حتى المواطنين هذوك تيتصنتوا كل واحد عنده 70 جريمه يعاودها لك. معليش، هاد السيد هذا هضروا عليه بزاف ديال الناس. هاد المجرم اللي سميتو ابراهيم اونزا. انا لما درت واحد الحلقه هضرت فيها على الواسمين ديال الرباط، ماشي الياسمين، الواسمين ديال الرباط، هضرت عليه في حلقه فاتت، ربما يمكن لكم تراجعوها وتشوفوها. هضرت عليه وقلت بانه هذاك السيد خانته صحته، وقلت وهذا هو الشعار ديالي في هذه الحلقه هذه، خانته صحته. كيفاش خانته صحته؟ كان صحيح وديك الصحه بقى تيستعملها في العنف وفدا تقدو بوليسي، تيرا فيه قرطاسه جابوا ميت. وبزاف الناس اللي خانتهم صحتهم، راه ماشي الخيانه ديال الصحه هي الواحد تيمرض وتيطيح وتيكون صحيح وتيمرض، خيانه صحه، خانته صحته. وحتى اللي تيكون صحيح وعاجبو راسو تدخلوا ديك الصحه ديالو وتخيل بعض الافعال اللي تيموت هو بديك الصحه اللي دفعته. هذا ابراهيم اونزا حتى هو كان واحد الشخص صحيح، انا شفتو وقعوا لي معاه جوج الحوادث معاه، انا غنشرحهم لكم. هذا السيد كان صحيح وكان فورما وكان فيه تقريبا 2 المتر، تقريبا 2 متر. تخيل راجل في 2 متر، واحد العظمه وسبورتيف، ولكن كان مجرم وكان سفاح ودار كان قاتل بالتسلسل كما تنقولوا. دوك القتله بالتسلسل، قتل عاود قتل عاود قتل، لما الواحد يقتل 1 2 3 4 ولا كذا تنسميوه قاتل بالتسلسل. في لو تيورون سيري كما تقول الفرنسي، هذا كان عندنا قاتل بالتسلسل. ولكن هذا ما كان شي قاتل بالتسلسل بحال الاخرين تيقتلوا باش يسرقوا، يقتلوا باش يغتصبوا، يقتلوا باش هذا تيطلع عليه الدم تيطب في شي واحد تيقتلو، وكان بغى يهرب من الحبس باي وجه كان، وكان تيقتل باش يهرب من الحبس. شكون هو هذا ابراهيم اونزا؟ ولا سميتو ابراهيم اونزا؟ هذا السيد هذا ابراهيم اونزا هو الاسم ديالو الحقيقي. انا عندي هنايا واحد المجموعه ديال المعطيات حطيتهم قدامي، لانه هذه الحلقه شويه طويله وتتطلب شويه ديال رد بالي. انا خصني نرد بالي. هو سميتو ابراهيم الحسني وملقب اونزا. علاش؟ انا نقول لكم علاش. هذا الولد هذا امه طلقت من باه وهو عنده 5 سنين، وكان عايش في خريبكا وتزاد في خريبكا. انا هنا هضرت ناكد هذا الشيء على بعض الناس اللي بقاو يهضروا، وانا ماشي غير جيت، انا مشيت جمعت بويسكو الناس لما هضرت على الواسمين قال لك اودي هضر لنا على ابراهيم اونزا، واش وقع لك معاه؟ حيت انا كان وقع لي في واحد الحدث وكنا ذكرته في ميدي ان تيفي، وذكروه بعض الحلقات، كانوا شي ناس داروا معايا استجواب عليه، وذكرت اش وقع لي معاه، والبوليس ديالنا د لابيجي خويا تعرفوا اش وقع لي معاه، والناس سيقلبات لك عاودينا عليه باش نذكر ماشي غير المجرم، نذكر اش وقع لي من انا وياه. هذا السيد هذا بحبس سنطرة في قنيطرة. هاد الشاب نسميوه لحد الساعه الشاب، باه طلق امه هو عنده 5 سنين في عمره في خريبكا، هو خريبكا. باه طلق امه في خريبكا، الدري بقى مع امه. واحد السيده من عائلته، من عائله امه، عايشه في اكادير، قالت لامه انت مطلقه، اش بقيتي ديري في خريبكا؟ اجي عندنا الاكادير، اجي تخدمي في الحوت. هي خدامه في الحوت، قالت لها اجي تخدمي انا ندبر لك. المراه هزت رحيلها ومشات لاكادير ودات معها ولدها اللي هو ابراهيم بن داتو. المراه مسكينه تلاهيت مع تمارد المعيشه ديالها، ومع سكتت مع ديك المراه واحد الوقت، وعاوتاني كرات ما عطاش الدري اهميه. الدري ما قرا شي، ولا تما في الزنقه متى تمشي للخدمه تيبقى يتلوى. دار في عمره 13 عام، من وصل 13 عام عرف المخزن
عرف السجن، وعرف الجريمه، ولا شبه متشرد. في 13 عام دخل الحبس وخرج، ودخل الحبس وخرج، لانه عنيف، لان القوه ديالو جسمانيه هو و 13 عام ولا تيبان واقف، وديك القوه ديالو ولا دفعوا باش يهاجم صحابه، وهاجم ديال الحومه، وهاجم هذا يهاجم هذا. ولكن وفي كان عايش تما، كاين عايش في واحد الحي سميتو اونزا اكادير، تعرفوا الناس ديال اكادير. وهاد اونزا ما كاينش اكادير، قال لي واحد السيد راه كاين حتى في شي تالودانت، كاين هاد الحي اونزا. وهاد الحياه تيكون عندهم واحد الاسماء، بحال مثلا في قنيط راه كاينه السويقه كاينه حتى في الرباط، السويقه غنلقاوها حتى في الدار البيضاء. وهذا كاين بعض الاحياء اللي في هذا الاسم، بحال حي الماسيره مثلا في قنيطره، في كازا، في الرباط، في كذا. هذا حي اونزا معروف في النواحي ديال اكادير، في اكادير النواحي ديال اكادير اونزا. انا ما عرفتش تبغي يقول بالبربريه، ولكن اونزا هو ابراهيم ولد حي اونزا. الدراري تما دوك تيتشمكلوا معاه وتيضروا في اكادير، تيمشي معاهم، وهذا تيعرفوه ابراهيم اونزا، زعما ولد حي اونزا، هو يتلقب عليه، عنده الياس اونزا، ولات مسمي باونزا، ابراهيم اونزا. دخل كما قلنا الحبس وخرج، هو عنده 13 عام، ولا دري تعرف الجريمه، وتعرف المدابزه، وتعرف ديك السرقات بالخطف وداك التخربيق. امو مسكينه ملاهيه في شغلاتها، وصلت 19 عام. ولكن كاين واحد القضيه كانت تعصبوا، تيجعلوا يولي عنيف ويضرب. كانوا تيسولوا على باه، وتيتهموه بانه لقيط، ولا داف مع شي واحد تيقول سير ترك غلاقيط، انت ما عندك لا باك لا والو. هذيك كلمه لقيط دخلته هو عصباته، ولات رجعت منه واحد السيد عنده واحد الافكار متصلبه، واحد السيد عنيف. ديك الكلمه هذه حسب ما تيقول هو اونزا في حبس سنطرة، في واحد المحضر كنا تنصنتوا ليه حول حياتي الاجتماعيه. الله يرحمه تيقول انا شي وحدين انا با، ما تيقول لي ما عندكش باك انت غلاقيت، وانا اللي تنسمعو تيوشوش هاد الهضره تمشي نخلي دار مو في ديك الحومه. تيقول هو الله يرحمه هاد الكلمه هذه اثرت فيه. وواحد النهار شي واحد هضر مع هاد الهضره هذه وسبوا بهاد المعيوره، وهاد الدري كان غير دري ولد دارهم طالب ولد دارهم، مشى جاب واحد المستوى ضربو قتلو. الجريمه القتل الاولى عنده كانت في اكادير، قتل واحد الشاب وهو عنده 19 عام وعلق. مشى فين مشى تطوان. في تطوان مشى لتطوان وبقى مخبي تما في تطوان، وتيدور ما بين تطوان طنجة قصر الصغير. دوز واحد المده تما وهو تيقلب على اللي يحرقوا للخارج، وعرف بعض الناس يحرقوا، وشاف شي ناس يحرقوا، وعرف بانه ما يمكنش يحرق الا ما عندوش فلوس. هنا بقى تيدير اتصال مع مو خفيه، تيجي الاكادير مخبي، تيتصل مخبي، تيمشي عند ديك المراه اللي جابتهم الاكادير، تتصل ليه مع مو، عنده اتصال مع مو. هنا فضه هو مو قال لها انا شوفي كي ديري لي بغيت 5 المليون، 5 المليون غادي يمشي بها لبرا، 5 المليون دبري عليها. قالت ليه انا ما عنديش 5 المليون، انا غندبرك، ولكن 5 المليون منين غنجيبها لك؟ قال لها غير شوفي ليا ومشي في حالتي لبرا، كلشي غنخلفوا لك. مو قلبات وشافت ودارت واحد المده مسكينه وهي تتقلب، ولقات 3 المليون. كسبات 3 المليون، حصلت على 3 المليون اللي بغينا نقولوا. لما شات الفلوس المهم عطاتها ليه، ورجع لتطوان تيقلب على الحراقه، ويلقى واحد 2 حراقه تيحرقوا الناس لاوروبا، وجلس معهم واتفق معهم وقالوا لي 5 المليون، قال لهم عندي غير 3. قال لي واخا دابا حنا غندي واحد مجموعه الناس ب5، انت غنديوك معاهم وكذا، واخا عطيتي غير 3 وكذا وكذا وكذا. وهو ديك الساعه كما قلت لكم راه هو 19 او ولد 20، ولكن راه فور وداك الشيء اللي عاش في اكادير مع دوك الشمكاره، مع داك الشيء زاد تقوى وزاد ولا عنيف. هادو خياتنا خداو من عنده فلوس وما يمشيو، مشاو وما بانوش ليه وهربوا ليه بفلوس. بقى هو عايش مزروق، مره يخدم مع هذا مره يخدم مع هذا، تيتجنب لقاء البوليس، تيتجنب اي حاجه عنده يتلاقى مع البوليس ما تيقربش لهم. وداز تقريبا واحد العام ونص هو تما عايش، وكان او ميم طون تيقلب على هادوك،
واحد الوقت ولا هز الجنويه وتيقلب عليهم، تيقلب من هنا لهنا، تياخذ معلومات، تيقلب كلا في واحد البلاصه تما مع واحد خينا تينعس معاه ولكن مخبي، تيضرب شي ضريبات كما تيقولوا، بانت لي شي حاجه يطيرها من هنا لهنا. هو يتلقى بهم واحد النهار، تلقى بهم في واحد القهوه، تلقى بهم بجوج، قال لهم فلوسي، بغيت فلوسي، ما بقيت لا نحرق لا والو. بدا دخلوا معاه في الشد والرد، عرف بانهم ضحكوا عليه وبانهم ما يعطوه حتى فلوس. هنا هو هاجمهم ذاك الموس اللي عنده، ضربهم بجوج، واحد ضرب واحد جروح بالغه، وواحد ضرب واحد جروح معها مستديمه. اي واحد ضربوا جروح تنقولوا بالغه اللي يمكن تخيط واخا كبيره، ولكن الاخر ضرب الاخر واحد معها مستديمه وطاح كومه، ضربوا راسه، ضربوا كتافه، وضربوا هذا وطيحوا كومه. هاد المعركه اللي نات بينه وبينهم جمعت الناس، لان كانت في وسط قهوه، جمعت الناس، حضروا البوليس وشدوه، لقاو عليه القبض، ما لقى ما يدير، لقاو عليه القبض. لما داوه لقاوه كما تنقولوا حنا في التابوليسيت مرشرش روشيرشي، لقاوه تيقلبوا عليه روشيرشي على القتل، اللي قتل في مدينه اكادير. اذا هنايا جمعوا ليه، دمجوا ليه القتل ديال اكادير، ودمجوا ليه ذاك الضرب والجرح المفدي الى عاهه مستديمه، والضرب والجرح ديال الطرف الاخر اللي هو جروح بالغه، وقدموه لمحكمه السيناف ديال تطوان. محكمه السيناف ديال تطوان تقدم النيابه العامه، كما هو معروف انهم تيمشي المسجون، تيمشي اولا عند السيد الوكيل العام او نواب وكيل العام، بقاو قدموه ليه حالوا على القاضي التحقيق. بقى تيمشي ما بين المحكمه وقاضي التحقيق، لانه كما تعرفوا قاضي التحقيق تيبقى عندك عام ونهار ديال التحقيق، ومن بعد التحقيق تيدوزو ديريكتومون تعطيه المحكمه، لانه بعد الناس ما تعرفوا شيء. وهنايا تنعتذر الناس اللي تعرفوا، ماشي يقول لك خرج قرينا هادشي هذا، الناس ما تعرفوا شيء غنقولها لهم. المحكمه راه مفروقه على جوج، كاين ما يسمى بالمحكمه او الرئاسه او الفرقودات هما اللي تنطقوا بالحكم، تيقولوا غير الحكم. وكاين النيابه العامه اللي فيها وكيل الملك اللي تينوب على الشعب، وكيل الملك بوحده. تنقدموا حنايا حنا البوليس ما تقدموش مع المحكمه، حنا تنشدوا شي واحد تنقدموه لوكيل الملك تنعطيه ليه، وكيل الملك تعطيه القاضي التحقيق، تعطيه للمحكمه، القضاة اللي غيحكموا عليه. هو من عطاه وكيل الملك عطاه القاضي التحقيق بقى عنده عام. في خلال ذاك العام كان تيجي تيبحث معاه، يعاود يبحث معاه ويصيفطوا للحبس، يبحث معاه ويصيفطوا للحبس، كما جميع الناس يتقدموا على جنايه في محكمه الاستئناف او حتى في الابتدائيه الا كان فيها تطلب امر قاضي التحقيق. ما تمشي عند قاضي التحقيق ماشي في النهار الاول تيجيبوا من الحبس يفضي معاه، كاين اللي تيدوز معاه جلسه، كاين اللي جوج، كاين تيدوز معاه 8، كاين يدوزوا معاه 10 ديال الجلسات فيها شهود، فيها كذا. هذاك قاضي التحقيق خلى واحد المده كبيره، ديك المده كان تيمشي فيها السجن وتيجيبوه، تيمشي السجن وتيجيبوه، ولكن يلا عارفين عليه بانه قتل اكادير وبانه ضرب هذوك، ولكن ما عرفوش بانه راه خطير، وما عرفوش بانه في نيته باش يهرب. وهو لما كان تيجي المحكمه كان تيجي المحكمه تيجلس تيشوف، تيقول هنا قاضي هذا الباب تيخرج لبرا، هذه تيخرج تيبلاني، دار واحد البلان في راسو باش يخرج من المحكمه. استطاع واحد النهار غادي بين المحكمه وهضر مع واحد مسجون من دوك المساجن اللي تيخدموا في الكوزينه، وقال ليه جيب لي ياموس. وما نساوش واحد الكلمه نقولوها، بانه ديك القوه ديالو كانت عنده واحد السلطه في الحبس، ما انه هو ما كانش تكمل مخدرات، ولكن كان تيدوز داكشي من تحتها، دوك تيبيعوا تيدوروا معاه، عطاو شي حاجه تيبيعها، كان تيخربق شويه باش تيجمع الفلوس، بداك التبزنيس اللي كاين وسط الحبس. دابا ما بقاش هذا الشيء هذا، لان الحبس راه كان فيه السوق، تيسميو المساجن تيسميو السوق، واحد بلاصه تما شي واحد بغى يبيع شي حاجه، شي واحد بغى يبيع شي واحد الفاخر، شي واحد بغى يبيع شي واحد شي خضره، شي هذا، وكان تيدوزو لي كارت ديال التليفون بعضياتهم، واخا التليفون ممنوع كان تيدوز شي بورطابل واحد يبيعوا لواحد، وكان تيدوز
كانت شي بزناسات يخرقوا تما لداخل بالحشيش، تيدخلهم من برا وسائل بزاف ديال الطرق، عائلتهم ولا صحابهم ولا كذا، وكان تيدوز حتى هو كان عارف دوك البزناسات ديال تما اللي تيخرقوا، وكان تيهرف عليهم كما تيقولوا وتيدي من عندهم. وتلاقى هنايا واحد السجين تلاقاه تما خدام في كوزينه، قال لي جيب لي جنويه. واحد النهار غاديين بيهم للحبس، غاديين بيهم للمحكمه، واحد النهار غيديو للمحكمه، غيديو الجلسه مابقاش غنبقى التحقيق، غيديو الجلسه، تيخرجوهم من الكروه، تيخرجوهم من الزنزانه، تيخرجوهم تيقلبوهم، اللي قلبوه تيدير المينو تيطلعوه، اللي قلبوه حيت المحكمه تيمشيو لها بزاف ديال المساجين من السجن، تيمشيو 20 30 10 حسب القضايا تيديهم. هو كان قلبوه حطوه في عاد توقف مع واحد المجموعه تيستناو باش يطلعوهم، الاخر دير مع الوقت هذوك صحاب الكوزينه دايزين بحداه وهو يمد ليه جنويه. هاد الشيء ما تقالش، جنويه كيفاش دازتو ما تقالش، ولكن في البحث اللي دا عليك جنويه تبين بان سجين هو اللي عطاه، ماشي شي غارديان، ماشي جاتو برا، ولكن سجين خدام في كوزينه هو اللي دوز ليه داك هذا، ومشاو فيها شي جوج تحاكموا فيها تا هما اللي دوزوا ليه ديك الجنويه هذيك في تطوان. وهذه القضيه بقات منفصله على القضيه ديالو الفعله اللي دار في المحكمه اللي غنقول لكم دابا. المهم مشى هو المحكمه، دخل المحكمه وقف الجنويه تحتو هنايا، لانه قلبوه في الحبس جايبينه صافي السجين راه مقلبين زعما الثقه كامله. هو دار الجنويه اللي عطاه داك اللي خدام في كوزينه، دار هنا لتحت وسد المسائل ديالو، تقدم المحكمه تهضر مع القاضي. واحد الوقت جبد ديك الجنويه وبغى يخلعهم باش يهرب، بغى يخلع جبدها والسيد طويل وكوستو، جبد جنويه. واحد البوليسي سنق عليه، هو يضرب داك البوليسي، ضرب داك البوليسي، والضربه ضربوا في هذه الجهه هذه ودخل فيه الموس، كان ضربه قاتله، وشد فيه واحد البوليسي من اللور وعاود ضرب داك البوليسي وقع عليه جروح بالغه. هنا المحامون اللي كاين في القاعه ضموه، جمعوا عليه المحامون، هذا هز كرطابو، هذا هز كرسي، هذا هز كذا، دابو محامون مع القضاة تحيدوا من تما، القضاة دخلوا في حال ان حمايتهم دخلوا، والبوليس اللي بقاو كانوا قدام باب جاو تيتجراو شدوه وما يطيحوه وما يكتفوه وما يشدوه وما ردوه للحبس. بوليسي مات. نوقفوا في هذا البوليسي اللي مات البوليسي، ونزا ردوه للسجن فين كان حراسه لاصقه مكتفينه. بدا البحث ديال الشرطه القضائيه ديال تطوان، من اين كان الموس، منين جاك الموس، ما جاك الموس. هو قال لك تمشي وحدين ماشي هما اللي عطاوه الموس، وهذوك اللي عطاو اللي تهمهم غير عنده عداوه، غير هو اللي عطاوه الموس، ولكن الاخرين انت عارفين اش واقع، المساجين ما تيخطاهم حتى شي حاجه. قالوا لا هذاك فلان هو صاحبه، هذاك عطاه الموس والاخر خباه على القرديان ودوزوا ليه وكذا كذا، عاد جبدوا الاصليين. هذه الشرطه القضائيه يتكلفت ديال تطوان، ما عندهاش مشكل. مات البوليسي، هو ولد بن القصيري مات. انا اعوذ بالله من قلت انا، ولا تزكوا انفسكم. انا كنت خدام بالقصيري، كنت رئيس الدائره الاولى، الدائره الاولى اللي حدا المارشي، راه تعرفوها. انا تنهضر وكاين الناس اللي عارفين هذه القصه واللي هما بوليس باقيين في بالقصيري، واللي تعرفوني كنت رئيس دائره. كنت ديك الساعه ضابط شرطه في المدن الصغار، لي بتي باتلان كما تنسميهم، تيكون رئيس دائره. في المدن الكبار تيكون كوميسير برانسيبال. الان راه نقدر نقول لكم دابا قلال باش يكون رئيس دائره ضابط الشرطه، لان حتى المدير العام للامن الوطني دابا دخلت بزاف ديال البوليس، دخلوا اللي ولا دي كوميسير بزاف، ماشي بحال بكري كانوا قلال. كاين دي كوميسير، كاين كوميسير برانسيبال، دي ديفيزيونير كذا شادين دوائر. دابا كاين في المغرب كامل الحمد لله. في ذاك الوقت انا كنت ضابط وكنت شاد الدائره. جاء عندي رئيس المفوضيه اللي هو رئيس ديالي، وقال لي جا عندي المكتب، قال لي خراج دي نعم، قال لي واحد بوليسي تقتل في تطوان، تقتل في المحكمه، قتلوا واحد المجرم، وهذا البوليسي ولد بن القصيري، وراه جانا واحد البرقيه باش غنتكلفوا، راه غتمشي معايا انت رئيس الدائره، لان انت الروله تابعه لك، هذا الروله تابعه النفوذ ديالي ديال الدائره ديالي، الروله ديال سيد درويش اللي كان بالقصيري. قال لي غنمشيو تما باش نوجدوا القبر ديال البوليسي اللي غيجيبوه من تطوان. قال لي راه غيجيبوه في الهليكوبتر
وغيهبطوه في سيدي قاسم، والسيارات اللي جايين غادي يجيو تما يتسناو يجمعوا كامل يجيبوه هنايا. انا حضرت فاش جابوه، ولكن انا مش هليكوبتر، ما عرفتش واش جابوه في هليكوبتر من سيدي قاسم او العكس، الله اعلم. هذه بقات شويه ما بحثتش فيها مزيان. هذاك السيد درويش كان قريب الدائره الاولى، ما بعيداش علينا وتابع النفوذ ديالنا. هذيك الروضه سيد درويش هي اللي فين تفنى البوليسي، راه باقي الله يرحمه كاين تما مدفون، وجينا ودرنا القبر ديالو قدام باب ديال السيد تما، واخا الروضه كاين كبيره تحت واحد الشجره ديال الكرموس كبيره. قلت له ودي احسن قبر ديروا هذا البوسي نديروه هنايا. كانوا معنا الناس البلديه، السيد الباشا جا لعين المكان لانه تا هو التعلم والقيد ديال ديك المقاطعه، وجينا والخدامه دوك الناس اللي يخدموا حفروا القبر وجدناه تنتسناو يجيبوا لنا البوليسي اللي قلت لكم مقتول، يجيبوه لنا. سيدي قاسم علمونا قال لك اودي ردوا بالكم، راه جاي واحد الوفد كبير، واحد الوفد كيما قال لي واحد السيد، قال لي شوف راه واحد الكيلومتر ونص ديال الطوموبيلات. انا بوليسي غيجيبوه البوليس كاع شحال 4 طوموبيلات البوليس ولا 5؟ قال لي لا راه بزاف داكشي اللي جاي عندكم، ردوا بالكم خذوا احتياطات. خدينا احتياطات مع البوليس ديال المرور وصوبنا الطريق، لانه راه اسمه فواضيه، من غيدوزو وقفنا البوليس وتسناهم. هو يجي واحد الوفد كبير، تخيل سيارات واحد الكيلومتر ونص ديال السيارات، جاو الشرطه البوليس، جاو الدرك الملكي، جاو الجمارك، جاو المخازنيه، المخازنيه جاو المياه والغابات، جميع المصالح ديال تطوان، كل مصلحه صيفطت وفد، وبالزاي ديالهم لابسين. وانا قلت ويلي شوف شحال من طوموبيل، تقريبا واحد 70 و 80 طوموبيل، وهادو العسكر هادو الجدرميه هادو كذا، هذاك جايبين داك البوليسي واحد القيمه كبيره عطاوه. ولكن عاد عرفت من بعد بان سيدنا نصره الله كان ديك الساعه في تطوان لما وقعت هاد الجريمه هذه، وعطى التعليمات ديالو باش داك البوليسي تمشي معاه جميع المصالح ديال الامنيه، تمشي معاه البلاد ديالو، وجاو كل شيء جا معهم، وما هو كان جميل. وكل وحدين جايبين واحد لانفولوب، عطيناها لديك الارمله، عطاو ديك الارمله مرت البوليسي، وليداتها صغار كانوا معاها باقي عاقل، وهي واحد المراه مسكينه، جبناها ولابسه الابيض ومشينا نستقبلوا هذوك الناس وعزاوها وعطاوها داك الشيء. وكانت واحد جنازه مهيبه كبيره بزاف، هضروا فيها بزاف ديال الناس، بزاف. وانا في قلبي افتخرت، قلت بعدا بوليسي عطاوه هذه القيمه كامله. بكري انا تنعقل كان البوليسي من تيموت اون سيرفيس في الخدمه انا تنعقل كنا تنديو السناح، تمشي واحد بولوطون، واحد 10 د البوليس لابسين كسوه سماطي بويض وليقات بويض، وتنديو السناح وتمشي معاه حتى الروضه، وتعطيو سلام السلاح في الروضه، تعطيو سلام السلاح وداكشي بحال داكشي تشوف امريكا بكري. داكشي ما بقاش، ما عرفت علاش ما بقاش. خصو يكون ودفنا داك البوليسي. وهنا سمعت اللي قتلوا واحد سميتو ابراهيم اونزا، شي واحد قال لي في المحكمه ما ضربوا الناس اللي ديال تطوان اللي جاو تيعاودوا لينا البوليس كيفاش ضربوا كيفاش هذه. ولكن ابراهيم اونزا انا ما شفتوش ديك الساعه، انا ما تنعرفوش شيء. ابراهيم اونزا تحكم ديك الساعه في تطوان، حكموا عليه بالاعدام، وجابوه لحبس السنطره في قنيطره، جابوه لقنيطره حبس السنطره. هنا في غادي توقع واقعه اخرى، جابوه لحبس السنطره. كانت حبس السنطره ديك الساعه كان عندنا حنا في الشرطه القضائيه واحد المشكل ديك الساعه، كانوا بزاف الملفات عندنا نون تريتي، ما خصهم يتخدموا، ملفات خصهم يتخدموا ديال المساجد ديال الحبس. المساجد اللي في الحبس باش نبين المواطنين، المسجون تيكون في الحبس عنده حق يدير شكايه لوكيل الملك، اما شي سجين دار ليه شي حاجه، اما شي مشكل ديال عائلته برا وقع له بشي حاجه تيرفع الشكايه لوكيل الملك يطلب البحث في هذه القضيه، اما تيكون السجين مشتكى به، مثلا السجين لقاو عنده مخدرات، لقاو عنده موس، لقاو عنده بورطابل، لقاو عنده كذا، تينوض المدير ديال السجن تيدير واحد التقرير تيصيفطوا لوكيل الملك ضد داك السجين او الدابز او ضرب شي معركه الدابز في الحبس، تيصيفطوا لوكيل الملك، ووكيل الملك هذوك الشكايات اللي صالح للسجين او ضد السجين اللي تيمشيو لوكيل الملك تيعرضهم على السلطه القضائيه تيعطيهم لهم.
الشرطه القضائيه تيمشي واحد ضابط الشرطه مع شي مساعد وتيمسيو للسجن وتيجبد ديك الشكايه وتيتصنتوا لك بحال تيتصنتوا لك في الدائره، تيدخلوا عنده الحبس تيجلسوه، اما تيقول هاد الشكايه كتبتيها شنو تقول فيها اسيدي كذا 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 كذا، يتصنتوا ليه، او عندك واحد الشكايه ضدك جاوبنا عليها درتي ودرتي وتيشدوا داك الملف وتيصيفطوه افيك سوا ترونسوي تيصيفطوه لوكيل الملك. كانوا تجمعونا واحد المجموعه ديال الدواسه حنايا، جمعوا الناس خدامين ومشغولين بزاف، ودوك الدواسه تيطيحوا، بقى عندنا شي 300 دوسي ولا 400 دوسي. كانت بقات هنا السيد الوكيل العام تحرك وطلب صف الشرطه القضائيه، قال له ودي حيدوا دوك الدواسه ديال السجن، راه بعد مشى مصدعين لنا شي دواسه ديالهم وهذا هنا الشرطه القضائيه قال لي خراز اش غدير؟ عافاك انت عندك بريغاد كريمينال، ديك الساعه عندي بريغاد كريمينال الفرقه الجنائيه، والقضايا الكبار تيطيحوا مره اللي تنخدمهم هنا، كنت نخدموا القضيه اللي فيها بالموت، فيهم مخدرات كثيره، فيهم شي حاجه. قال لي مره تكون خويا بقى تهبط للسجن، ندي معك 3 4 دواص حيدهم علينا. قلت له ودي شتي اش غدير؟ نقول لك واحد القضيه، اعطيني دوك الدواصه كاملين، عاود ما تفرقهم كل واحد يمشي فلان ارميه كاملين، ونبقى انا نهزو نمشي للسجن حيدهم علينا، كل نهار ندي 10 12 نمشيو نتصنت لهم. وبقيت تمشي للسجن ديال سنطره، وفي السجن ديال سنطره عرفت الحبس الداخل كي داير، ان مده واحد نقول لك واحد 5 شهور وانت تمشي، انا دواسه بزاف، وعرفت الحبس وعرفت المحابسيه وعرفت هذا الاطراسي، هذا الخنفوري، هذا فلان، هذا طاطا، عرفت كل واحد حي الف حي باء حيها، عرفت حيت كنت ندخل لداخل وعرفت المساجن وتعيطوا فلان تكلم اجي تصنت لك فلان كذا وتعرف وليت تعرف شي حوايج في السجن. انا انا ما عرفتش السجن المدني، ولكن انا جربت السجن العسكري قلتها واحد المره، وقالوا الناس خراز واش تشديتي في الحبس؟ قلت انا كنت شديت في الحبس، انا شديت في الحبس لما كنت في 18 شهر، ديك تجنيد اجباري. في الجيش الاجباري تشديت 2 مرات، مره هربت زرطيت كالعيد كبير وقال لك لا انتم لي سيليباتيرز مع العزاله ما غتعيدوش تيجيو دوك اللي مجوجين، وانا شديت وهربت، خرجت في الليل وهبطت من وزان، كنت 25 باترون، فوجت 25 المشاة وهبطت في الليل ودزت على واحد الجبل ودزت خرج للطريق، بقيت غادي حتى خرجت واحد الجهه وعلى جنب الطريق، جيت لواحد ستاسيون ديسونس، ركبت مع واحد مول الكاميو وهزني، وجيت عيطت في الدار وشدوني في خليطره، واخا كنت لابس مدني بانت بديك الحسانه بكري، كانوا الناس قلال باين هذاك عسكري، وكان ديك الشرطه العسكريه تبقى الدور عليك بحالي ان تيهربوا من العسكر، شدوني وداوني وتحكمت ب 20 يوم ديال السيلون. وداك السجن كان راكم تعرفوه، السجن العسكري ماشي بحال المدني، ما كاينش اللعب، كانت واحد لاموزيك هنايا، ناموسيه ديال لاموزيك ديال الحجر وساده ديال لاموزيك، وعطاوني كاشه وحده وحيدوا لي السوفيطمون وحيدوا لي حاشاكم التبان ديال السليب ديالي وحيدين السيول ديال الصباط، ودوزت 20 يوم تما. وواحد النهار عاود تشديت شي مره، شي واحد ناض في الليل وشد ديك الرايه، ديك البوطو اللي فيه الرايه تنحيدوها في العشيه، هو طلع فيها شي كادر كامزه تما ديال البيكار دري صغار، طلعها شدونا حنا واحد 3 وبقاو تيبحثوا شكون طلعها ما عرفناش شكون اللي فيهم طلعها، انا ما طلعتهاش، ولكن كنت تحكمت 25 يوم، حنا تحكمنا حيت زعما ما رديناش بالنا شكون اللي طلع، ما طلعها وتنا داوني تما، نفخت بالبرد، مجرب الحبس ديال هذا واعر خطير بزاف، سيلون ما كاين غير السدان، تيعطوني ماكلتي وطراق سدوا طراق، ما كاينش حل، تعرف الوحدانيه داخل السجن، الله يحفظنا ويحفظكم واعره. ولكن مشيت للحبس المدني اللي هو حبس سنطرة، شفت مساجن، تعرفت على المساجن، تعرفت الحديث تما شنو ديال المساجن، لان المسجون داخل في السجن راه ما تيبقاش المسجون يخمم غير في البراءه ويخمم في ولادو وتيبقى يخدمها في المشاكل الداخلانيه، حتى الحبس الداخل عامر بالمشاكل، تولي يخدمها القوى بعضياتهم وداك الشيء وطاطا وهذا راه امه عباد الله 1000 واحد تما تيخمم غير في الداخل، مابقاش يخمم برا. وتما واحد النهار تنصنت واحد مسجون، وبان لي واحد مسجون مدوزن طويل كوستو ودير ليه المينوط في يدو، وغاديين معاه 4 ديال الكارديانات شادينو مدوزينو، ودرت في واحد مسجون كان قدامي كان محكوم ب20 عام، قلت ليه شكون داك المسجون؟ هو يشوف فيه قال لي ابراهيم اونزا، قلت ليه شكون هذا ابراهيم اونزا؟ قال لي هذا هو اللي قتل في اكادير وقتل البوليسي ديال تطوان، قلت ليه هو هذا؟ قال لي هو هذا. او قلت له عملاق، قال لي راه مسخوط الوالدين تيخرجوا 4 ويجيبوا 4، قال لي راه ما كاينش الحراسه اللاصقه عليه وتيبقى بالمينوط. ابراهيم اونزا في قلنا دابا راه في السجن ديال سنطرة، كان في السجن ديال سنطرة، الصيف جا واحد الصيف
واحد الصيف جاو لي مالين الدار، قال لي ودي خص ولدك الصغير راه تيبكي ديال البحر، حنا ما كانش عندنا وقت للبحر. الشرطه القضائيه ولا البوليس ككل راه ما عندهمش وقت للبحر، ولا ما عندهمش وقت للمخيم، ولا ما عندهمش وقت للكونجي. حتى الكونجي راه 15 يوم ولا 10 ايام كنا تناخذوا، تما راه كحله. اللي تزوجت بوليسيه تتولي بوليسيه، والدار كلها تتولي بوليس، تا ولادو الصغار تيوليو بوليس. يلاه تا هما تيولفوا الكذوب، راه دابا نجي نديكم، دابا نخرجكم، خليهم يعطيونا، خليهم هذا. ما كانش عندنا الوقت كاع، ما كاينش الوقت. الله يحسن عوان البوليس والله يسمحنا منهم. قالت لي دي ولدك للبحر راه تيبكي. ديتو للبحر ذاك النهار، لابس انا السيرفيت ولابس واحد السبرديله، وحنا كنا باسكو البوليسي تيخدم 24 على 24، فين ما خرجتي توصي المراه. مشيتي للحمام الا جاو عندي انا في الحمام، مشيتي للقهوه الا جاو عندي انا في القهوه، تتوريها القهوه. كانت تعليمات، تمشي شي بلاصه قول انت فين، لا بغيناك نجيبوك. قلت المدام انا غادي للمهديه، الا كان شي حاجه انا غادي للبحر، وانا مع لي ميترناجور في الكيطون ديال لي ميترناجور. بكري انا كنت نتعامل مع دوك لي ميترناجور، تنخدموا فاش كنا باغي تنشط البوليس مع لي ميترناجور داكشي، وتيبقاو صحابي ولاد البلاد، وتمشي نجلس معاهم. قلت لها انا تما راه نعوم الدري نجلس معاهم تما، ربما انا بغى شي واحد ولا شي. وانا جالس في البحر عومت الدري وجالسين تنضحكوا، جا واحد البوليسي قال لي خرج تكلم دابا. قلت ليه شنو كاين؟ قال لي تكلم اصاحبي، راه نايضه بحبس السنطره. انا قلت حبس السنطره يمكن المساجن ناضوا شي نوضه ولا شي حاجه ولا شي تخربيق. دزت من مهديه لحبس السنطره انا قريب، خليت ولدي انا عند واحد ميتراج، قلت له عافاك عوم شويه وتمشي دي معك للدار، ساكن حدايا صاحبي. قال لي واخا، سمعت في الدري ما عندك ما دير، ومشيت لحبس السنطره. مشيت تلقى جميع السلطه المحليه تما، السيد الوالي في عين المكان اللي هو السيد العلوي، وليد العلوي اللي دابا مؤسسه محمد السادس. لقيت سي بوزيان وكيل الملك، لقيت الاستاذ بن حداش نائب وكيل العام، لقيت الباشا سي مومن، لقيت واحد القيد، لقيت البوليس، لقيت استعلامات العامه كاين تما، لقيت العامره الدنيا، وسادين واحد القريه واقفين يطلوا، والداخل العافيه شاعله في واحد 3 البيوت، وواحد خينا واقف ليه في الكولوار، الغوات ومساجن شادين عليهم كاين الغوات. ودار فيا الاستاذ بن حداش، راه دابا راه محامي الله يطول عمره، ودار فيا قال لي خراس فيك انت، عارفني انا الفرقه هذاك. قال لي فيك انت؟ قلت له نعم. قال لي شوف عندك سلاح ديالك؟ قلت له لا ما عنديش سلاح. قال لي خصك سلاح. علاش ماشي السلاح ديالك؟ انا واحد البوليسي واقف تنعرفوا الهيئه الحضاريه واقف جنبي، قلت ليه عندك سلاح؟ هو مسكين هو يجبدو، واقف الوالي واقف كل شيء، وين مدي سلاح؟ قلت ليه شحال قرطاس انا؟ قال لي 8. قلت له هو نعم سلاح. قال لي ادخل تفاوض معاه قول ليه يسلم نفسه ويطلق داك السيد اللي شاد، يسلم نفسه ويطلق داك الشيء اللي شاد، او الا بغى يهاجمك يطلق عليه النار. عرفتي امر غريب وامر خطير. دخلت انايا كانت فيها شويه الزعامه، ودخل معايا واحد الكارديان سميتو مراقب، وتنحييك السي مراقب، كان عنده كارد مدير ولكن ما كانش هو المدير، كارد مدير سميتو مراقب. ودخل معايا واحد، وذاك المراقب عيط واحد الكارديان صغير، قال لي اجي معنا. ودخل ذاك المراقب هز في يدو واحد الباكيت ديال الحديد وغادي. قلت له مراقب عندك اصاحبي شوف هذا راه خطير، هذا خينا هذا بلاتي. قال لي وين هذا بود يعني هذا المشكل هنا في الحبس، وهذا راه قتل لنا الكارديانين، راه قتلنا كارديانين. انا شفت في الارض الدم تما، حط لي ديال الدم تما هنا وهنا، والدخان خارج في بيوت، وهو واقف واحد المنظر بحال داك الافلام ديال هيتشكوك، هو واقف شاد واحد السيد وداير ليه واحد القطيب ماضيك بحال هذا. ربما بعض الناس يسولوا على هذا، تنزلوا في يدي هذا خديته غير من المرصى، هذا ديال داك الحوت بوسيف، داك المنقار ديالو قطعته، قلت له واحد الدري خليه يبقى شدو في يدي. وحط داك المسجون هكا، وما عرفتش شنو تيمدغ، تيديرها تيمدغ، هو طويل شاد داك شاد وتيمدغ، وانا خفت من ديك المديغ ديالو شنو تياكل. تخيل واحد في ذاك الموقف وتيمدغ، اما مسكا ولا شي حاجه، اذا عنده الدم بارد، يقد يقتل، ماشي هذا الدم سخون تيقول وانا لا تيغوت، واقف ساقر ودير هذاك بحال شي حيوان. قلت لي انا اسمع نقول لك واحد القضيه، شتي هذاك اللي شادو انت قتلو، هذا كان محكوم بالاعدام وانت محكوم بالاعدام، قتلك ولا قتلو والله تنقتلك، خشي في ذاك الموت والله تنقتلك، شنو بغيتي؟ سلم راسك صاحبي، راه كاين وكيل الملك، كاين هذه قول بغيتي. قال لي ما نبقاش في هذا الحبس. قلت لي ما تبقاش، طلق السيده صاحبي، طلق السيده وهبط على ركابيك.
وكنت لما تندور واحد الجهه باش نعزلو تيدور هو وهز داك خينا شادو وداك خينا قصير وهزو. وهذا القصير شكون هو؟ هذا القصير مش انا تعرف ذاك المسجون، هذاك المسجون محكوم بالاعدام حتى هو. وهذاك المسجون هو اللي قتل القنصل ديال فرنسا في الرباط، وقتل مرت القنصل قدام ولادهم اشفار، دخل يسرق وقتل القنصل وقتل هذا قدام ولادهم، هز شرب من الثلاجه وهز الطومبي ديال القنصله وخرج دار هاد الفعل مع 8 الصباح حصل مع 12 النهار. واحد الخرباق. واحد النهار كنت نهضر معاه، قلت انت صاحبي تهضر معاه في الحبس تما، قلت بغيت نسولك انت قاتل القنصل وقاتل مراته وهز الطوموبيل وهز الشراب وانت تدور في الرباط، شنو قال؟ عرفتي اش قال لي؟ وقال لي قلت العقل السي خراز. يا لا خلت العقل ضحك هذا قال لي ضحكني، قلت العقل تقول جوج الناس. وهذاك هو اللي كان حاصل بين يد ابراهيم ونزا حاص شادوكا حط عليه داك حديده شد حط عليه. دخل السي بوزيان الان، السي بوزيان قال لي واحد السيد اما في تازا اما في وجده وكيل عام، والله ما عرفتو فين مشى. كان واحد الرجل الشجاعه ديال وكيل الملك، كان وكيل ماشي وكيل عام، وكيل الملك، وما حسيت بيه توقف ورايا وبقيت يتفاوض معاه، نهضروا معاك انا وكيل الملك نهضر معاك كذا كذا كذا. الشجاعه. والاخر هبط طلق السيد، الاخر يطلقوا طاح سخف، هو هبط على ركابه وانا بقيت ديال ديك الساعه تنقول لي ناس 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 ناس. والمساجن تيقول لي وخراز وما تيقش وقرطس خراز قرطس وقتلوه. ما عمري شفت المساجن كرهوا تيمسجولك بحال هذاك، ما انهم تدافعوا على بعضياتهم، كلهم بغاو ليه الموت. ذاك النهار اش دار في ذاك النهار؟ علاش وقع هذا الواقع هذه؟ اش دار؟ هاد ابراهيم ونزا، هاد مسخوط الوالدين، لما جا الحبس ديال سنطرا وديك الفعله اللي دار في تطوان وجابوا حبس سنطرا وتحكم بالاعدام، اش دار في حبس سنطرا؟ لما جابوا الحبس سنطرا بدا تيخرج تا هو الفسحه واخا محكوم بالاعدام، تيتلاقى مع دوك المساجين الاخرين، دار واحد البيعه وشريه. شنو هي؟ خصك تعرف شي واحد الكلمه سميتها في الحبس سميتها البيكول. البيكول شنو هي؟ البيكول هي واحد اعانه تعطوها للمسجون، ما كيعطوها للمسجون، كانوا تعطوهم في السيمانه ما الاعدام تعطوهم بواط ديال النيدو، تعطوهم دجاجه ومسكين ود اللحم. السيمانه نهايه كاع الماكله الاخرى تعطيهم، هادو كانوا تعطوهم لهم ديما. هو شنو ولا يدير؟ ولا يخربق، تيتبزنس تما، تيخربق بالحشيش ويخربق بهذه بهذيك الصحه ديالو وديك الهريك ديالو، ولا تيشري داك نيدو وداك من عند دوك ديال الاعدام، مع المساجين ديال الاعدام، تيشري عندهم نيدو، يشري عندهم ديك الدجاجه، يشري عندهم اللحم، وتيعاود يبيعوا دوك المساجين ديال الحق العام، دوك المحكومين بعام عامين 3 سنين تيخرج عندهم الساعه تيبيع لهم داك الشيء. دار واحد التجاره. من بعد اش ولا تيدير؟ ولا تيقلب على الحشيش، ولا تيبيعوا شي في هذاك الشيء داك المواد الغذائيه وتيخربق بالحشيش، وعطات ريحته في الحبس وتعرف وما يزيروا عليه، حيدوا لي ديك التصاره كامله، ما بقى لا بيع في نيدو ولا بيع في الحشيش ولا في داك الشيء. وهذا الشيء اللي دفعوه واحد النهار اش دار؟ الحاجه الواحده اللي كانت هي كانوا عندهم الناموسيات ديال الحديد، واستطاع بداك الحريد ديالو اللي تيحرد وداك الشيء اللي بداك المينوط ديالو وداك الحريد ديالو اللي تيحرد باش يحصل الحديده مضاها. هو بالمينوط محكوم بالمينوط، امر قضائي باش يبقى بالمينوط، ماشي حكم ديال المدير السجن، امر قضائي من المحكمه يبقى بالمينوط. كان خطير، بقى تيحكوا مع الحديده، تيحكوا حتى خلى هاد المقبض هذا خلاه رقيق ضعيف، ردوا ضعيف. هنا تيقولوا بعض الناس اللي تيعاودوا القصه ديال ابراهيم اوزا تيقول لك داروا ليه المينوط، هو يهرس المينوط. ما خلقش الله في الارض شي واحد خلقوا الله يهرس المينوط بيدو، امبوسيبل. شي واحد ما يمكنش شي واحد يدير المينوط طاق ويهرسو. اونزا ما هرسش المينوط بيدو، ولكن كان تيحكوا تيبردوا ايام، راه في الحبس وراه بوحدو، السيلون بوحدو في حي الاعدام هيبه، وتيبقى يخدم تضعفوا. لما ضعف المينوط مساجن
تيعرفوه ديما بالمينوط، ما رديش لي البال ان المينوط ضعف من واحد الجهه ضعف. تيجيوه باش يخرج للفسحه، كان تيجيوه 4 ديال الكارديانين، 4 واحد تيحل عليه يلا ابراهيم فسحه، يلا فسحه فين الساعه، تخرج واحد الكولوار تما، واحد الكولوار ديال واحد الفسحه ديال واحد الكولوار ديال كي الفرماجه اللي كتبوا على شي واحد. كنت ندخل تما قلبي تيتشد عليا وحق الله العظيم. تيدخلوا تما ديك الفسحه وتيتسناو ديك الساعه وتيعاودوا يدخلوه. راك اسيدي من دخل داك الكارديان الاول من حل لي الباب قال لي ابراهيم خرج، دار راسو هكا قال لي بلاتي ندخل المرحاض باش الاخر يدخل معاه لداخل. هو دخل المرحاض راه غير حيط قصير ما تصاوش، هو داز زيت المرحاض، الاخر تبعو هو يشدو، شد الكارديان حط ليه هذاك هنايا وبقى مخرجو. قال لهم حزور اللور، حزور اللور نقتلو، حزور اللور نقتلو، حزور اللور نقتلو. الكارديانين ما خافوش، خرجوا برا وقالوا سدوا القريه الكبيره الباب، وما سدوا الباب طرق ابراهيم حصل الداخل، لان سد القريه الكارديان برا سد القريه، بقى مع هذوك بقاو معاه الداخل. هنا ابراهيم بغى يهاجمهم، ضرب داك السيد خشى فيه ديك الحديده هنا في عنقه اللي شادو، الكارديان طاح مسكين للارض. هذاك يلاه داو السبيطار مات توفى، وبقى تما في الارض يتركل. ومشى الواحد الغلاقه ديال القادوس، قادوس الماء الغلاقه، ديك الغلاقه دينها فيها حجره بحال بيدو ديال الزيت، ديال جوجيترو ديال فيه السيمه وغالقين به. هذيك الحجره كاين ديك الحجره تحيد بواحد الخرصه فيها واحد السنسله لاصقه، جبد هذيك وعارف اش غيدير، جبد هذيك الحجره شدها من ديك الخرصه وديك السلسله وبدا ضرب واحد الكارديان، ضربوه هنا الراس ديالو طيحوا. هذاك الكارديان بقى في عاهه مستديمه عامين وتوفى الله يرحمه، كان ساكن المدينه. وبديك الحديده عاود ضرب الكارديان الاخر بديك الحديده دار لي عاهه مستديمه. وهذا السيد ساكن في القنيطره، ساكن حدا سبيطار مول الحسن، تنحييه لان مشيت لدارو هضر معايا في هذا الموضوع، تنحييه وتنطلب لي الله يرجع لي صحيحته كما كان النهار الاول، باقي مسكين معاه مستديمه ديالو. ضربهم وبقى الداخل هاج المساجن اللي كانوا في فسحه خارجين كلشي دخل سدوا عليهم. هو مشى دخل لواحد البيوت تما ديال شي مساجن كان دابز معاهم خاصم معاهم. هذوك المساجن من حسن الحظ كانوا مشاو للساحه الاخرى، خارجين الساحه الاخرى، ناضوا شعل فيهم العافيه، 3 دي شومبر شعل فيهم العافيه. المساجن من هو تيشعل العافيه جروهم هذوك الكارديانين دخلوهم لداخل. هذا تيقول تيغوت هذا صفان دوك 3 جروهم دخلوهم لداخل سدوا البيبان، عارفين وحش. لما جات السلطات وداك الشيء هو كان داخل شعل العافيه هو لداخل، جاو السلطات كلهم، جيت انا معاهم رجعين المكان لقيته باقي لداخل سد على الكريه تما. فاش قالوا لي دخل خراز حاول تفاوض معاه ودخل عنده فردي، ولكن كان تيقول لي النائب الاول ديال الوكيل العام لا لقيت شي مناسبه حيدوا قتلوا حيدوا قال لي لقيت شي مناسبه، ولكن هو استسلم. وانا كنت تندور ديك النهار الصراحه نقولها، بداك المنظر اللي شفت وداك الدم اللي شفت عرفت بانه خطير، عرفت بانه انا عندي دفاع شرعي تام وعندي حق تام باش نضربه. كنت غنضربه لانه كان تيعرض لي داك المسجون هك وهك، لكن حفظ الله لان دخل حفظني الله حفظ الله. ولكن ما نخممش فيه كون قتلته، لان البوليسي متى يقتل المجرم او الدركي تيقتل المجرم او رجل القوى العموميه تيقتل المجرم، راه عندك صاحب تيبقى فيك بحال واحد قتل واحد لا قتل واحد ظلم ولا كذا تبقى فيه يبقى يحلم به. هذاك لا قتلو والله ما تحلم به، انه سبحان الله العظيم المجرم من تيموت تيتنسى. هذاك اللي قتلوه ما عمرش شي بوليس يقتل شي واحد يقول لك اوقف عليا وتيحلم به ودار ما كاينش الحمد لله اللهم لك الحمد. وفي الاخر سلم نفسه وهبط على ركابيه وشديناه وديناه خرجناه بوليس وهذا ودخلوا الرجاء المطافي يطفوا ديك العافيه لداخل اللي تما دار في البيوت. خرجوا دوك الناس مساكن داهم للسبيطار. هذاك السيد اللي قلت لكم مات مسكين قبل يوصل للسبيطار يضربوه هنا، الاخر معاه مستديمه دخل في الكوما، هو اللي بقى مسكين مريض معاه مستديمه مات، والاخر ضرب يدو راه كاين. هذا نخليهم هاد الجهه، ولكن حنا دخلناه لواحد البيت وتصنتنا ليه، وكان بحضور السيد الوكيل العام والناس اللي واقفين، وقال لنا السيد انا تنقول النائب وكيل العام وكيف تسميه الوكيل العام تما قلنا تصنتوا ليه هنا ما تخرجوش من لا بيجي لا هادنا تصنتوا ليه. وتما درنا ليه محضر، وفي المحضر خدينا الهويه ديالو كامله وخدينا حياته الاجتماعيه كامله. هنا فين بدا تيقول انا ودخل يبقى امي مشيت معها لكذا نهار الاول حياتك كيما دايره، وعاد رجعنا ليه على القتل اللي قتل
هنا في القنيطره ما تصنتناش على التطوان على داكشي، بانه هذا النهار انا كنت بغيت نقتل رئيس المعقل وعندي معاه حساب وكذا وكذا وبغيت ندير وانا حاضرين عليا بغيت نحيدهم من هذا الحبس كذا 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 كذا. السين اللي معاه وصلنا للمحضر ديالو، وانا كنت جالس بجنب واحد العميد اللي كان تيتصنت ليه دابا راه باقي في الامن هذا العميد هذا. ولا قلت لكم واحد القضيه غتجيكم غريبه وحق الله العظيم. اليوم كنت جالس انا وياه في القهوه، جبنا الحديث ديال ابراهيم اونزا حيت هو اللي تصنت لي وانا كنت بجنبه لما كنتصنتو، وقلت لي غنذكرك ونذكر سميت. قال لي لا 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 بلا ما تذكرني يا صاحبي. قلت له مالك صحاب ابراهيم اونزا باقي حي، غادي يجي لك ولا تجي لك مو. وبقينا تضحكوا. صديق ديالي وتنحييه. على اين شدوه وداوه من تما خرجوه، وفي ديك الساعه فاستنى ديناه التعليمات جاتنا باش نديوه اسكورتيو نخفروا الخفر ديال الكاميو. كان كاميو ديال باقي عاقل، كاميو بلاندي ديال السجن، كاميو خاص. طلعناه في ذاك الكاميو وربطناه في ذاك الكاميو، شدوه بيطرق طلعوا مع الكارديانين لداخل، شدينا الطريق وحنا حاميين ذاك الكاميو في الطوموبيل ديال البوليس، ودخلنا معاه حتى لخرجات القنيطره، ومن تما استقبلنا الدرك الملكي اللي كملوا به حتى السجن ديال الزاكي. في السجن ديال الزاكي لما دخلت تما دخلت التعليمات الحراسه اللاصقه. الحراسه اللاصقه تعرفوها الاخوان اللي في السجن، والو هي باينه حراسه لاصقه لاصق انه ما كاينش هادي ولا هادي. المينوط في يدو بامر قضائي، امر قضائي بقى المينوط في يدو، تعليمات من وكيل الملك من الوكيل العام، المينوط في يدو ما يحيدوش، يغسل به ينوض به يتوضا به يدبر راسو. المينوط في يدو ما يتحيدش، داو المينوط في يدو. بقات المراقبه ديال المينوط ديالو تما في السجن الزاكي. زمتوه في السجن ديال الزاكي، زمتوه ما لقى ما يدير في ذاك السجن ديال الزاكي، وسادنا عليه بوحدو. ما كاين لا هادي لا هاديك، يخرج فسحه تما ويرجع تما، ما كاينش يتصل مع المساجن ولا يجلس مع المساجن. عرفوا بانه انسان وحش وانه خطير، انه خطير. حتى تحل السجن ديال مول البرقي، وهذا السجن ديال مول البرقي هو اللي كاين في اسفي من السجون الجديده في المغرب. وهذا مول البرقي سميتو مول البرقي، راه تعرفوه الناس، تعرفوه الناس ديال السجون، تعرفوه حتى المساجن. السجن ديال البرقي تحل تما. هنا حكم ثاني ديال الاعدام تحكم به لما قتل الناس ديال سانترا. هو عنده جوج حكمات ديال الاعدام، الاول والثاني. في مول البرقي، مول البرقي كما قلنا قبيله، نسيت الاسم اللي خصني نقول، هي الاحكام الظرفيه. ممنع احكام ظرفيه من تيديو قلنا شي سجن، وهذه تتوقع بزاف د الحوايج، راه حتى في الحياه العامه الرعايه الخاصه. حنا ديما تنبداو شي حاجه بالتزيار وتبقى ترخب بشويه 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 بشويه. ديما تسمع مليون فصاعدا، وما كانش يوم صاعدا، تتبقى بشويه تنسى التعليمات. احكام ظرفيه لما داوه المول البرقي، بدا في مول البرقي عاوتاني زيروه واحد الوقت وما مزيرينو، وبدا تيترخف. بعد الحراس تيحترموه لانه قد الحلوف وغليظ، وهذا هو ديك التحرميات ديالو. بدا تيخربق شويه من هنا لهنا، وخا المينوط في يدو تيخربق وتيخرج عند المساجن وتيدبر من هنا لهنا، وتيبيع ويشرب الحشيش. تيقولوا بانه ولا متجمو تيتهلا فيها، تيدور معاه هو ولا تيدور مع مو تما وخدام. عاوتاني نفس القضيه، شموا فيه الريحه ديال التخربيق في مول البرقي، شموا فيه الريحه بانه بدا تيتاجر في المخدرات وتيتاجر في المواد الغذائيه. ديك الحلفه ديال هذا شدوه تما هما يهزوه. واحد النهار في مول البرقي بغى يدير محاوله فرار، ما يهرب. واحد النهار بغى يهرب في مول البرقي، بغى يدير محاوله فرار، ودبر في واحد اللاما، دبر في واحد اللاما. تيقولوا بانها مو هي اللي جابتها لي في واحد الكرتونه، حيت كانوا تيجيبوا لي الماكله، مو تجيب لي الماكله وداك الشيء. شويه الاحترام ديال باش نقول لكم احكام ظرفيه. تيوليو دوك الكارديان يعطفوا عليه وداك الشيء، هكاك اجي فلان عطيه ديالو. ودخلت لي واحد اللام ديك ديال مني صغير، دخلت له في واحد الكرتونه فيها الماكله. دخلها تما في مول البرقي، وكان بغى يهرب من مول البرقي، قطع شي حديد وبغى يخرج. نهار قطع الحديد يلاه خرج راسو، صوب على الكارديان علم به، وما كتفوه وزيروه وما يشدوه من تما، هو يهزوه وما يديو التولال جوج كاين في الكلاس. السجن ديال تولال جوج، هذا السجن هذا سي ان بيناتونسي، هذا سجن ديسيبلينير، واحد السجن فيه جميع ما يمكن يدار لواحد السجن باش ما يخليش السجين يهرب
وما يخليش السجين يكون عنده سلاح، وما يخليش السجين يدير شي حاجه. السجن ديال تولا الجوج سجن مزير كما كان توطيطه بكري، كان اللي تيتصر تيديو لوطيطه، التصاره كانت تحيد في لوطيطه بكري. النصارى كانوا عندهم تيسم فاش كنا هنا في المغرب كانوا دي سجون ديالهم فرنسا، والسجون القباح تيجي حبس اللي واعر سميتو بينيتونسي، بحال كان في قنيطره عندنا بيدانسي. الان كاين واحد السجن تيولي بيدانسي قصاد العسكر، فيها كان فيها بينيتونسي. بينيتونسي هو كان هذاك السجن فيه التزيار بالمعقول، وكانوا تيديروا فيه النصارى مساكن دوك المقاومين وداك الشيء تيدوم تما الفدائيين تيسدوا عليهم، وكان تعطيهم 5 لتر ديال الماء في النهار، 5 لتر ديال الماء في النهار وكاشه وحده. وانا تنقول انا اقسم بالله العظيم لما كنا في داك السجن، في السجن ديال العسكري اللي كنت فيه انايا، نهار اللي شديت على الزطيط او نهار اللي وقعت ديك المشكل اللي قلت لكم ديال ديك العمود ديال الرايه ديالو في بيكالا، كان عندنا واحد نوسيه ديال الحجر، كان عندنا تعطونا 5 لتر ديال الماء تيدخلوها لينا نهار كامل وكاشه وحده. وهذوك هما لي بينيتونسي، السجون الخطيره. وهاد تولا الجوج ماشي كانت لهاد الحده، هاد الحده ما بقاش عندنا الحمد لله في المغرب، ما بقاش حتى لهاد الحده هذه، ولكن كان سجن معنى الكلمه داوه ليه باش يقول له حبس وليدي هنا ما بقى لك ما دير. بقى في السجن ديال تولا الجوج، بقى تما في الحي ديال مول الاعدام، عنده 2 اعدامات وبقى تما في الحي. بدا تيبلاني دوك البلانات ديالو، ولكن الحراسه لاصقه عليه. منين داز خدا واحد عنده دابا البيت ديالو فيه لافابو فيه واحد حديده من التحت، شتو اللي شاد ديال لافابو، وهو كان بالمينوط ديال البينوط في يدو، واستطاع باش يحصل الحديده ودار تحتو، وبغى يدير نفس العمليه عاوتاني ديال يحاول يهرب، يشد شي كارديان كما دار في القنيطره، يشد شي كارديان ويديروا رهينه ويخرج ويهرب به ويخرجوا. وفعلا دار هذه العمليه هذه. واحد النهار جاو خرجوا الفسحه، جبد ديك الحديده وشد بها واحد الكارديان، شدو خشاها ليه هنايا وبقى مخرجو، تيقول تقربوا لي نقتلوا، تقربوا لي نقتلوا. داروا به الكارديانين من هنا لهنا، داروا به هذا ما هذا، مشى في راسو صافي حاصل بقى تقول قتلوني. قلت لكم قتلوني. هنا تفكرت الكلمه اللي قال لي هو بحال السنطر كنا نصنتوا ليه، قال لي يا الشريف، حيت انا كنت عيط ليا بسميتي حتى يشوفني تما تنجي تصنت المساجن داك الشيء. قال لي يا سي الخراز، انا نهضر معك على الهضره، انا ما قتلونش، مازال غنقتل. ودرنا عليه في المحضر ديالو هذه الكلمه هذه، وفى بعهدو وقتل داك الراجل عاوتاني، ضربوا لهنايا، والراجل مشى مسكين السبيطار قتلو الكارديان، وخرج واحد الكارديان ضربوا بقرطاسه لهنا للراس، هو يقتلو طاح تما مات. ابراهيم اونزا في السجن ديال اللي قلت لكم ديال تولا الجوج مكناس. وشوف شنو دوز في حياته، شوف شحال قتل في حياته. بداها بداك الدري في اكادير، تبعوا خلي حنا داك الضرب والجرح اللي ضرب هذوك وضرب هذوك، كملها بحال السنطره، كملها في تولا الجوج. المجموع ديال القتله ديالو 5 ديال الناس اللي قتل هذا السيد هذا، بلا الناس سبب لهم في مستديمه، الناس يسبب لهم جروح بالغه. كل شيء هادشي كان باش بغا يهرب من الحبس، كل شيء هادشي دارتو ليه، حياته كلها دارتو له ديك الصحه الزايده ديالو، ديك الصحه ديالو غدراتو صحته. هنا غنرجيو الكلمه ديال غدرات وصحته، غدرات به صحته، غدرات به، ما استغلش ديك الصحه ديالو في شي عمل، ما استغلش ديالو في شي حاجه تنفعو، استغلها من صغرها في العنف وفي الضرب والجرح. بحال بعض الاخوان تنشوفهم دابا الان وللاسف تريناو وصحاح ومفورمين ومستغل صحتهم غير في الاعمال اللي فيهم المشاكل وفيهم العنف وفيهم تيوجهوا وجوههم، تيعطيو راسهم كاريحانكو، تيصيفطهم غير البلاصه اللي فيها العنف والضرب والجرح، كما تلقاو بعض الاخوان للاسف، بعض الشباب قدام الحانات وقدام هذا وقدام هذا عساسين مساكن ديالهم تما في البيبان غا باش يدابزوا. هو عايش بها، ولكن نهار غيموت وهو غيضربوا شي واحد نقولوا غدرات وصحته.
قدرته الصحه اللي ما خلاتوش يقرا ويدبر ويشوف هنا ويشوف هنا. الله يحسن العوان الجميع، ولكن ماشي الله يحسن العوان. تخينا هذا مجرم سفاح خدا حقه، ولكن هلك عباد الله. عاد وقع لي هذا الشيء. هذا هو ابراهيم أونزا حسب البحث ديالي، حسب البحث المعمق اللي درت انا، حسب الاحداث اللي عشتها واللي قلتها لكم. وهذا الشيء اللي غنقول لكم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.